حضن أمي. أما اللمسات السيئة بتكون من الغرباء أو الناس اللي معرفهمش ومش بثق فيهم، ولا أهلي كمان بيثقوا فيهم، وبشعر بخوف وعدم أمان لو لمسوني. اللمسات الجيدة زي حضن أمي، قبلات أمي، كل ما يخص أمي، حضن أبي وقبلات أبي وكل ما يخص أبي. لو طلب مني الطبيب رفع ملابسي للكشف علي، طبعا بوجود أمي وأبي. بالنسبة للمعلم والمعلمة لو شجعني أو وزاني أو مسكني عشان يصطحبني للفصل أو للعب مع أصحابي، دي كلها تعد لمسات جيدة. نيجي للمسات السيئة. مهم جدا ان الطفل يحفظ الصورة كويس قوي عشان يعرف يفرق بين اللمسة السيئة واللمسة الجيدة. فمي، رقبتي، صدري، مناطقي الخاصة، مؤخرتي. ندخل على القواعد اللي هتحميني عشان ما اسمحش لحد ابدا انه يتعدى حدود جسدي. مش ممكن هسمح لحد في المدرسة انه يرفع او ينزل هدومي. مش هسمح لحد يلزق نفسه في جسمي من الخلف، ولو عمل كده هبعد عنه فورا. مفيش اسرار بيني وبين امي وابي. جسدي ملكي، يجب ان ادافع عنه واصرخ لو لمسني حد في الاماكن الممنوعة.